نام بذكاء، ازاي تزود طاقتك وتخلص من التعب. من الاخر، حاسس انك بتنام كتير وبرضه بتصحى تعبان، تصحى ساعات كأنك ما نمتش، تحس انك بتشحن جسمك بس البطاريات لسه فاضية. طب السؤال هنا اللي بيفرض نفسه بقى، هل فعلا انت بتنام كويس ولا محتاج تنام بذكاء؟ تعالوا نجاوب على الاسئلة دي واحدة واحدة، يلا بينا. يعني ايه انام بذكاء؟ مش النوم هو النوم وخلاص؟ جميل، بس النوم مش بس عدد ساعات، النوم كمان جودة. يعني ممكن تنام لي 8 ساعات وتصحى مرهق، وممكن تنام 6 ساعات وتصحى كأنك سوبرمان. النوم الذكي يعني انك تستغل عدد الساعات بأفضل طريقة. طب وايه اللي بيحصل في جسمنا اثناء النوم؟ وانت نايم الجسم بيعمل صيانة شاملة، المخ بينظف نفسه من السموم، العضلات بتتعافى بعد التمرين والمجهود، هرمونات بتتظبط زي هرمونات النمو والتستوستيرون، والجهاز المناعي بيقوى. يعني النوم مش رفاهية، دي عملية شحن حقيقية. طب وايه اللي بيخربط لي الشحن ده؟ سؤال مهم. في 5 حاجات رئيسية ممكن تدمر نومك. الموبايل قبل النوم، الضوء الأزرق اللي بيطلع من الموبايلات بيمنع إفراز الميلاتونين هرمون النوم. نمرة 2، القهوة وشرب المنشطات بعد العصر. لو قاعد بتشرب لي في قهوة الساعة 6-7 بالليل، نومك هيروح في داهية. نمرة 3، الأكل التقيل قبل النوم، الهضم بياخد مجهود كبير وكده المخ مش هيركز في التعافي. نمرة 4، السهر المتقلب، ساعات تنام بدري ساعات تنام متأخر، ده بيبوظ الساعة البيولوجية تماما. نمرة 5، التوتر والقلق المزمن، دماغ شغالة على طول وانت بتحاول تنام، كده مستحيل تخش في نوم العميق. طب يا دكتور، ايه مراحل النوم وليه لازم اوصل لنوم عميق؟ النوم زي ما معظمكم عارفين ليه مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الدخول في النوم، ده خفيف جدا. المرحلة الثانية النوم الخفيف. في المرحلة الثالثة اللي هي اسمها النوم التقيل بيبدأ التعافي. والمرحلة الرابعة اسمها بالطبي REM أو Rapid Eye Movement Sleep، نوم الأحلام. دي مهمة جدا للذاكرة والمخ ونموه وتنظيفه. لو كل شوية بتصحى وما بتوصلش للمرحلة الثالثة أو الرابعة في النوم، جسمك مش هيعرف يخش في مرحلة الإصلاح. طب اعرف منين لو نومي كويس؟ في علامات على فكرة بتبين لو نومك ده تمام ولا لا. تصحى من غير منبه، حاسس نفسك نشيط طول اليوم، مش محتاج قهوة عشان تقوم، مزاجك زي الفل، مش بتتعب بسرعة. ولو العكس يبقى انت محتاج تظبط نومك. طب يا دكتور، ازاي انام بذكاء؟ ادينا كده خطوة عملية. تمام، ركز معايا في ال7 خطوات دول. روتين نوم ثابت، تنام في نفس الميعاد كل يوم حتى في الويك اند او يوم اجازتك. ابعد لي كده عن شاشات الموبايل والايباد ساعة او ساعتين قبل النوم. يا سيدي اقرا كتاب او اسمع قرآن او هدي نفسك باي طريقة تانية. اكل خفيف قبل النوم ب3 ساعات، ولو جعان قوي كل موز او زبادي. نمرة 4، ضلمة كاملة، حتى اللمض الصغيرة الكيوتي دي ممكن تبوظ لك النوم لان بيبوظوا افراز الميلاتونين اللمض دي. نمرة 5، حرارة الأوضة اللي انت نايم فيها، نقطة ناس كتير ما تعرفهاش، لكن الحرارة اللي انت نايم فيها تفرق جدا في درجة النوم بتاعتك. يفضل يكون بين 18 ل 21 درجة. نمرة 6، مارس الرياضة، يعني أثناء النهار العب رياضة وتحرك، بس بلاش رياضة جامدة قبل النوم مباشرة. ونمرة 7، استخدم مكملات طبيعية لو محتاج، زي مكملات المغنيسيوم والميلاتونين، بس يفضل تحت إشراف طبيب. طب هل في علاقة بين النوم والوزن والطاقة؟ أيوة طبعا، النوم القليل بيزود هرمون الجريلين هرمون الجوع، بيفتح لك الشهية، ويقلل هرمون الليبتين هرمون الشبع، وللأسف ده بيخليك تاكل اكتر وبالذات سكريات. كمان قلة النوم بتأثر على حساسية الانسولين، ده يخليك تخزن دهون اكتر. يعني لو انت عمال تخس وعامل مجهود ونومك بايظ، كل مجهودك ده ممكن يروح. طب تنصح بايه قبل النوم مباشرة؟ في روتين معين؟ طبعا في. اعمل زي الاطفال روتين نوم، قلل الاضاءة بعد العشاء، خد حمام دافي، اشرب اعشاب زي النعناع، خد نفس عميق. دي كلها بتدي اشارات للمخ ان انت بتستعد للنوم. طب اخر سؤال يا دك، لو صحيت في وسط الليل اعمل ايه؟ ما تبصش في الساعة، ما تمسكش الموبايل، تقعدش تفكر في مشاكل بكرة، قوم اشرب شوية مية وارجع نام تاني، او لو عندك صعوبة خد شوية تمارين تنفس وخش نام تاني، تشغلش مخك. خلاص يا جماعة، النوم مش رفاهية، النوم اهم اداة علاجية ربنا اداها لنا. نام بذكاء تصحى بطاقة وتركيز ومود عالي، وجرب الكلام ده لمدة اسبوع وشوف الفرق بنفسك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. هو ده النوم بذكاء، وازاي تزود طاقتك وتتخلص من التعب والارهاق. من الاخر.